دريج وبرهن هيم خوشتر أخذت تويا صالح دمكو مجفاتك يتهيبت شيء تجيبويا مذكرنا كتوكا أنا هي مستحيل فرنا ببارسكن شكستي يعني يكجي برهن بقولكم جاي زي بيصل برهن تاني حتى ناس بهوريا مدة يعني بيكون ما في خا ني شوباندني وني خندني وني بالخندني جي نبني إجا نزال مجبر أو كسي بالخندني وكي بيويست يعني بيويست نكرنا يعني لكن يجي مثلا دهن يعني بسبورن مجارة وجي كاربن بالخندني لكن يجي حتى عليه ونريد يكويتي تقول خد وزنه في خارج تقول از يكير خدتكم تقول رجعت سبيتين تاني خدت تشبه له سرقتي إجا نا ونريجي يعني جارنا بلكي نجارة مجاملة كي بكت بيجي تخش يوم مع مجاملة كي بتجي خوش مع مجاملات بيت يعني در تخش كلام ده يك قرمانة كده مسين تديش بوجا بب وش بوجا هيم برفراد خطر جودة بس بقولكم ده صغير عندنا يجي نعندي رولا وانا قلق تشتك تهيس بقولكم كسك يصير ناخذ تجربان مسكار بالتونسي بحال شكل هي تتمنى المنظوم ده فيري نفيسي وخندني بو از نزانم كيجي نفيسي وجابا دبستاني كده فيه بو دقورت زانم احمد ما حليم يوسف وهي خا فيري زمانك بدي كريه يكي دولاتك كده مروخ فيري زماني كده يعني فير بك وبشتير بك رومان نفيس از باور دكين دروي في عندي كشي بكرو جواتنا انا الباكور صار داويد شيء باكور جي خوري للرجلات وباشور نولو يعني رجلات وباشور شويه صار بيجي عراقي ودولة كرد عربة بتشان هوكي دستوري بستاني فرمي هو تدي وقتي كردات وبشتيجي دبستاني وهابو ناوي كردستاني هابو وقتي آراميجي هابو وقتي شورش هابو وقتي شورش يعني دربيجي للرجافة والباكور وحتى يعني الدرفجي نفشكي ورقة نزل بزمانك تخفيني يبكي نفس عدن وخندن وريزمان وبشتي نايجا تبكي أصلا تكارب ببرو منفيس ياجي تكارب ده البزمان ياجي نفسكار عصير بيجمع البيقي هجاي مرود النهاية بحسين بتشتكي له الجماعي إنه ناخذ زيادة خفيف خيراتنا مستحيل يوسف ذكر وبنافي خو نافي فاري نافدي وقريب كم نافي ويجي برتوكا بيروز روماني روها روماني ديجي كتركتنا داوي ديجي و برتوكا داوي وهبالي بخازن حاضر برتوكا ديجي كمزا مسكار از قلتنا كرت وحليم بك وبشتي ويكجي كسي قالك برتوكي ما مستحيل شوبينه ودنرخينه برتوكي صراحة شيء كمان دكاركي ناي ناس كان نقد الأدبي رحمي ويجي ربرويج بحثكو دورات بجوات بكي. كلك سباس بخير هاتنا وحمادكم قلكي بخير هاتن راستي يعني جبوبي كتابة داوية ببرتوكا داوية وتشتكي تایبت گو از بیشتر بلکی پشتی گو ریدر هبون یعنی آخف نخو خلاص که بلکی بچکی سر شاندتی آوی با آخرم لی از تخازم بیشتر گو اف پرتوکا فرینا باسکن شکستی جناب وشان پیوند دری دمک تند در کتیهم باش بلاد نبویه نسخه گو بیان منجی پر همات کاربیج اول سر ماسه افتنینه اف يعني رومانه ناف روماني من ديا ششاي و يعني هجمارا برتوكان جيب اوايكي دبن يعني ده يازده برتوك چه بود نابرا چيروك و رومانا دكون دنيفسينه تشتكي يعني جيه كيف خوشيان بگوش بلي دمك گريشت يعني هنكي نواب بحثاوية كي كلكو قلت يعني حقيقة مرو من نستندي
لكيج هنرمند كرد كيج وليسكاري كرد حقي خستندية حتى أبو أسبستين يعني روش حمل جانا هنا راست رومانليش أوجي هي تيمن بس جانا هنا براستين ربي أوجي هي يعني هناك جهانا بلكي على قوام دي مسألتنا اللي دبي هناك أوجي هناك جهاتي بونجي أو ريمارية حق ستندني نافد كمان على زبيجن بلكي بيتر ناس ليه بقشتي يعني روش برجع باي بيتشاواي أمجي لقور دي روشة هي يعني والتجاري نبكلمش بو سكن عندنا ما يعني يمكن جمع ماجي قالم بنيدوان سالان يعني نما خما ماجي كي تشبيجي كي تش بكر كي حقي منو بده كي مدلي يعني جي كي خوشيا من جي قود جبالي دمك دريجد ريبر هبون دست نرخاندنا يعني روماني من وشيروكي من جي بروجيوي أو بلكي بيتر كاره جمن بيتر كاره بحسابي بك بروجي يعني سر دو برتوكان دابش تبه برتوكال جي سر حمو روماني بو حطان هام نيسان دنه و برتوكال دنجي سر حمو برتوكين شيروكا مينن بو حطا نهادر كتنه و بحسابان رومانا بكي حطا نهادر كتنه بشتي ويجي السردي رومانا نوبو هين نجهشتي دستي ويجي هناكي بحثات هالبتيا ويبكم انها يعني كوتني دم ريباب هبونج بوكو ليكولينا يعني بحثات بروجيه هاتناواتكم بر بيش قلت او نابج معزز ديريت يعني لباسي مجارة حاضر بو السروجي دريجن موجز عام حول روايات حليم يوسف الخمس. نبدأ بالرواية الأولى سوباتو. ركز الكاتب على النمط الدرامي المفعم بالمأساة ليعالج بذلك طرائق التفكير والمزاج العام للأفراد وحالة التجهيل المتبعة والمغلفة بالقسوة التي يتلقاها الفرد إن في البيت أو في المدرسة أو مكان العمل، وكذلك يبين الالتزام الواقعي بمعضلات المجتمع الجانب الأكثر دلالة في خضم الواقع المعاش، حيث يخوض حليم يوسف في إشكالية الحرية والخلاص من الزيف والعبودية واللهث وراء تأمين سبل الحياة كحد أدنى. فضياع الحقوق الإنسانية يمثل النقطة الأكثر احتجاجاً في مسار الرواية العام، وكذلك غرق الفئات الفقيرة بمستنقعات الجهالة وعطالة الفكر والتباعد الأسري إثر هذا الضغط الهائل على موارد الكسب والعمل، حيث أن بنية المجتمع تبدو هزيلة ومعرضة لأقصى درجات الفوضى والتبعية والانحلال، حيث تؤثر أساليب السلطة القمعية على نمط حياة المجتمع وتمهد لمرحلة ما إلى حدوث أزمات داخلية في أوساطه. لهذا فغياب التنمية هو مؤشر خطير لبروز أزمات تودي بالمجتمعات إلى نفق مظلم. إنها الفوضى بكل أشكالها ونتائجها وتشعباتها إثر غياب الحريات وتفشي الفساد ومحاصرة الإنسان في كل مناحي حياته ومحاربته في قوته ولقمة عيشه. كل ذلك سبب التباعد الأسري والتفكك الاجتماعي وأعطى بوادر للانقسام والفوضى والحرب الأهلية، حيث قادت المصالح الفئوية الناس كعبيد في ميادين الحياة، وجعلت الحركة الفكرية تتعطل لتصبح الحياة ضربا من الرعب والخشية المستمرة من المستقبل، حيث بغياب الإصلاح والفكر والمعرفيين الساعيين لتنظيم حركة الحياة وإعادتها لطبيعتها تنعدم أفق الحل وتتلاشى المكتسبات الطبيعية ويصبح الانقسام على أشده، لاغيا حالة التآلف الطبيعي إثر ضرب منظومة القوانين التي تكفل للإنسان حياة أفضل وأكثر أمانا وديمقراطية. إذن فسوباتو مثلت ذلك الصراع المستتر والعلني ضد أنصار التشويه والقبح، وظل التحليل الرؤيوي هنا خير مسترسل على ماورائيات اللغة السردية وفصولها الدقيقة،
ولعل حقيقة التطلع المفيدة في انتصار الجمال على الدمامة الماكثة في الطبائع هي أحد مقاصد العمل النقدي الذي بطبيعته يسمو عن كل نظرة سوداوية ضيقة الأفق. وبهذا يبين الكاتب حليم يوسف مغزى كفاح المعرفيين الشاق في ظل مطارق الفساد والقمع الذي هوت على رؤوس يقظة تعمل على إذابة الجهل عبر إصرارها على الحياة الطبيعية والحب الحقيقي. لهذا انتصر الكاتب في خياله وتمثله بالخلاص كحل أقصى لحماية مكتسبات الإنسان العاقل في أنحاء الوجود، وما سوبارتو سوى المنطلق لبيان حقيقة انتماء المبدع للجمال والخير الذي في نفسه ومداركه ومواهبه. هنا تكمن الرسالة، ولهذا لم تغلق الأبواب في الرواية، بقيت مشرعة لاحتمالات عديدة ولسياقات وليدة وتيارات لعلها تكون بشرى خلاص من الوهم ومن هذا التحلل المتجسد في خيبة الشخوص من حياة مكتظة بالاضطراب واليأس. لم يكن التداوي بالجنس هو الحل الأمثل، بل كان سبيلا لمعرفة حجم هالة الاضطراب والضياع. ولم يكن الذوات في مسرح الرواية على درجة كافية من الوعي نتيجة نزيفها المتمثل بحادثة الحريق التي مثلت بداية الانفجار الذي راح الكاتب يمهد لانطلاقته على نحو غرائبي شيئا فشيئا. لهذا أمعنا في سياقات التأويل واستعادة الكثير من الإشكالات العالقة في رقعة الشرق الأوسط عبر سوبارتو، تمعنا في شعوب ميزوبوتاميا وذلك الإرث الحضاري الذي تقاسمه المحتلون وأشرفوا على اغتصابه، وأيقنا أن كل حادثة فردية مرت في سوبارتو هو إيحاء على عظمة الشعب الكردستاني الذي يواجه أشكال التحديات والضغوطات في سبيل هويته العتيقة المطموسة في أوحاء الكراهية. فمأساة الطفولة البائسة هي الجذر الأساسي لكل صدمة متلاحقة يشهدها الإنسان الشرق أوسطي، والعبودية على أشدها في حياة تفتقد للنظام المؤسس على الإنصاف وتشرذم الطاقات التي أعدت نفسها لاختبار الحياة الشاقة. فهنا سوبارتو تمثيل لإرادة المجتمع ومأساته في ظل القمع المفروض تاريخيا، والذي أربك معالم الحياة النهضوية النقية وجعلها ميدانا للتصارع السلطوي وقمع الحريات، والصمت إزاء النيران التي نهشت من جسد المظلومين، والبراعم التي لو عاشت بمعزل عن النار المستعرة لاستطاعت ربما أن تغير من قدر سوبارتو، إلا أن الأطفال التهمتهم ألسنة النار التي انتشرت لتستوطن قلوب العاشقين لتذيبهم قهرا وذلا ومعاناة. وقد نجح الكاتب حليم يوسف في تمثيل الوجع القديم الجديد، ومهد في رائعته سوبارتو لفصل جديد من بروز معالم رواية حقة تضع الإنسان وحريته في سلم أولوياتها وتطلعاتها لحياة أفضل. خوف بلا أسنان. نستخلص من هذه الرواية عدة نقاط جوهرية يمكن أن نبني عليها أسسا أفضل للتأمل والسبر المركز. إن النوايا المحمودة تحتاج دوما لعقول مستنيرة تؤمن بالمعرفة وتنتصر لنفسها على منظومة الخوف المقدس. ولعل الثورة الأكثر توهجا وصدق هي المنبعثة عن إيمان الإنسان بالعقل وقدرته على أداء المهام العصيبة بتنسيق جمعي قوامه التحاور. إننا لا نحتاج لنوايا وقتية تنبع عن إحساس عشوائي غير مدروس، حيث تنقص مجتمعات الخوف تلك الرؤى المعرفية التي تبحث عن شؤون المستقبل أكثر من شؤون الماضي والغيب، وترتقي عقلا وروحا بدلا من أن ترفع شاخصات المحظور والمكروه، إيمانا منها بأن الخلاص كامن في المعرفة والحب ومتجل بجمال ورفعة الوجود الهندسي. استطاعت السلطة تقسيم المجتمع عبر زرع الكراهية وبث الفكر القومي المتطرف تجاه الأقليات، بخاصة المجتمع الكردستاني، مما يعتبر ذلك حجر الأساس لأي تقسيم قائم بحدود حرب خارجية هدفها إضعاف هذه السلطة، ليكون التقسيم جغرافيا مدعوما بتقسيم ممارس ومعاش قامت السلطة الشمولية بإنجازه. غلبت الذكورية والنظام الأبوي وسيطرته على عقول النشء والأفراد ككل كنظام وليد عن الجسم السلطوي، وزرع الشقاق الكبير بين أفراد العائلة واضطهاد المرأة والحبيبة وإبعاد الأفراد الشباب على التفكير بالحب وإنجاحه عبر بناء العائلة السعيدة. إنما سيطرة التقاليد الأبوية أسهم في زيادة الشرخ والاضطراب
أكثر فأكثر، وباعد بين أبناء الأسرة الواحدة، وفتح سبيلا للعلائق الإباحية القائمة خلف الكواليس إيمانا بالعبثية وحالة الضياع والخوف، وابتعادا عن الحب الطبيعي. كشف الطفولة المضطربة التي يسودها الخوف والإهمال والعنف في ميدان التربية والتعليم والرقابة على الحياة، وتنشئة الأطفال في بيئات الخوف والكبح والتعنيف، حيث لهذا دور في تحديد شخصية وأدوار الأفراد بغياب مساحة معينة من الحرية، وانتشار مظاهر الفوضى جراء التباعد بين الناس، وانتشار العوز والحاجة، وسيطرة المفاهيم المتعلقة بالدين السياسي والخرافة، وسيادة روح الإقطاع والخوف من الحكومة. الترابط في الأفكار والمشاهد كلها تتمحور حول جذور الخوف وتطوره استنادا لواقع مجموعة من الناس تعيش ضمن جغرافيا مترابطة ومتشابكة تجمع أناسها على اختلاف شرائحهم، نظام مركزي شمولي يعتمد الحلول الأمنية القمعية أسلوبا للتحكم فيهم، وقد استمد النظام المؤسس قوته من المنظومة الذكورية المتأصلة في المجتمع عبر التاريخ. عندما تعطش الأسماك. لعل الرواية الوطنية تسهم في تكوين الضمير الجمعي لحياة الشعوب وتوثق تجاربها وآلامها وبطولات أفرادها ومعاناتهم. إنها بمثابة الدليل لحياة أفضل. ولعل تدوين الآلام في الرواية يمثل منجزا حضاريا مقرونا بالعلوم الإنسانية، وهو يمثل مطلبا وحاجة ولا بد من دفعها في الواجهة، حيث يتم سبرها وتحليلها باعتبار ذلك تمثيلا لحياة الشعوب ومآثرها. إنه يمثل ذلك التاريخ الوجداني الذي لا بد من الأخذ به واعتباره أساسا نهضة الكلمة وإحيائها على نحو راصد ومواكب للقضايا الإنسانية المتصلة بعلاقة الإنسان مع وجوده تبعا للجغرافيا. ولا بد حينئذ من الحديث عن الاغتراب المتجسد ببروز في هذه الرواية. اغتراب الأفراد حينما يأخذون قرارا بحمل السلاح ومواجهة العدو، حينها ينتقلون من موطن مكوثه إلى ساحة النزاع، وهي الجبال الشاهقة التي مثلت معاقلا للكردستانيين منذ تاريخهم القديم، حيث أن دفع العجز مقرون بالحركة، ولا بد من انتقال حياة جذري يسهم به المعرفي لفهم طبيعة الصراع وإدارة دفته. نجد نزوعا حادا للحرية والمطالبة بها مهما كانت العوائق والصعوبات، للقضاء على ذلك الاحتكار القومي الصلف لتاريخ وهويات ومقدرات الشعوب. ذهب الأفراد المسلحون بالإرادة والحب لنقل معاناتهم الفردية إلى ساحة التغيير عبر المطالبة بالتحرر السياسي، ومعهم بالتزامن التخلص من رواسبه المتجسدة بطغيان الذكورية. لعل ذلك يدخل في بند مراجعة الذات وتحدي عللها وإلزامها على فهم الحياة استنادا لفلسفة الدفاع عن الوجود ومكتسباته الطبيعية. نجد هنا أن علاج الاغتراب يتجلى في مواجهة شاملة للسلطة القمعية والضعف المتجلي في حياة مكبلة بالخوف، حيث أن ماسي وبريفان بلفين وريناس يبينان أن طريق اجتثاث الاغتراب الفردي لا يمر من فوهة البندقية فحسب، وإنما بالتصدي الشامل لممارسة هذه المنظومة والعمل على دفع العائق مهما كلف ذلك من خسائر وتضحيات. بين الكاتب حليم يوسف عن ذلك الصراع الكبير بين قوى الاجتثاث وقوى الصمود، متجنبا الخوض في الهزيمة النفسية للشخوص، وإنما عن سيطرة الإحساس بالنصر لدى بطل الرواية من خلال إصراره على إيصال الرسالة رغم تعثره بقسوة المواجهة وأعبائها، وكذلك مدى فداحة ذلك على نفسية الفرد وضياعه واغترابه الذي يبقى عصيا على التفكك والزوال. فالعطش يظل سيد الموقف بالرغم من كل الجهود والمساعي لتجاهله والابتعاد عنه، إلا أنه يظل جاثما طالما أن كردستان مستعمرة، طرق محفوفة بالخوف، وشعب لا يجرؤ على التلفظ باسم كردستان لأن في لفظها عقوبة قانونية في تركيا، وليست أي عقوبة. لهذا نجد في طبيعة المشهد الدرامي المتجسد في ذهاب ماسي للقاء عائلة ريناس باعثا لتساقط الدموع وتجسيدا لهذه الأعماق العطشة للحرية. 99 خرزة مبعثرة. يجاري الكاتب زمن المتغيرات والتي تفرض على الإنسان نمط الاندماج بحيث تتلاقى الثقافات والعوالم فيما بينها، ويغدو الحديث عن هذا الاتحاد من طبيعة الواقع
الواقع الجديد الذي نشأ إثر تلاقح الشرائح والطبقات فيما بينها، حيث يتحول الوافدون بعد ردح من الزمن إلى سكان أصليين، ويغدو الحديث عن التفاخر العرقي ضربا من ضروب التزمت أو التعنت الإيديولوجي. فنشوء الحضارة جاء إثر هذا التلاقي بين الأقوام المختلفة بجانب الصراعات التي لم تكن لتنتهي، وكانت في كثير من الأحايين تنشأ لتقتات على كدح المعرفيين ومنجزاتهم في تحقيق ذلك الاندماج الطبيعي بين الناس على اختلاف انتماءاتها ومشاربها، حيث يسترجع البطل كل ما يتصل بطفولته ومعاناته في كل لحظة، حينما يبصر الحنين في بطن ساندرا ليعيد في نفسه سيرة اليتم، وعند تحسسه الطفل مرورا بتجربة الغيرة المؤلمة بينه وساندرا. لا يوفر الكاتب حدثا أو مناسبة في الرواية إلا وينتهزها للحديث عن المعاناة الفردية والجمعية للكردستانيين في المنفى. الوحش الذي بداخله. يشير حليم يوسف إلى قضية هامة تتعلق بتوحش الناس إثر غياب العدالة والدولة بمعناها الطبيعي الحقيقي، وإثر ذلك القمع الأعمى تنام دور الوحشية الاجتماعية في الرد الاعتباطي والخروج عن الجادة شيئا فشيئا، لحين الوصول لأسلمة الحراك الشعبي مرورا بمظاهر القتل. فكانت المعارضة المسلحة تقدم على الانتقام من تلك السلطة عبر حوادث كوضع الرؤوس المقطوعة على الأسوار، ومشهد اختلاع قلب جندي وأكله على شاشات الكاميرا. هذه المظاهر الوحشية أراد الكاتب من خلال ذكرها تنبيه المجتمع من مخاطر الحراك المصطنع المعبر عن انسياق الغافلين لأجندات الإسلام السياسي العابر للقارات، رؤية مفسحة عن الاغتراب تنقب في ثنايا الوجع وترفع الأسئلة لتضعها على طاولة التأمل، بغية استنطاق وعي المتلقي الذاتي كي يعالج روحه من خلال مجموع الأرواح الوحيدة هنا في عالم أطبق عليه شبح الاستبداد والإرهاب على حد سواء. أنهاها الكاتب بتعبير صارخ عن وحدة قاتلة يحياها كل فرد في الرواية على حدة. كل شخوص الرواية محكومون بالعزلة والاغتراب، وليس البطل هنا أولهم أو آخرهم، وليس ترتيبه الأول حزنا ويأسا. فمأساة انتحار المعلم آرام أبلغ، والمعلم آلان أيضا، ولعل سالار كان المأساة الأخيرة ذات الخصوصية في أنها ترصد المحيط بعيون فاحصة تستعر حزنا. يجسد حليم يوسف حالات اليأس والضعف جراء حادثة موت سالار وشعوره أنه فقد معقلا للدفء يشعره ببعض العزاء. هنا فقد ذلك المهد وأصبح على مفترق طرق من النهاية، وبهذا فقد عبر عن محنة المجتمع ككل الذي ذهب كمحصلة عن جور السلطة الاستبدادية كضحية فقدت كل ما يوصلها لبر الأمان، فبات عبء مواجهة الإرهاب إلى جانب الاستبداد لزاما عليها تدفع فاتورة حربها من دماء أبنائها ودموع أمهاتها جراء خراب الأرض والنفسية وضياع الانتماء ما بين الموت والنزوح، وبازار السياسة العالمية الراعية للوحشية المعاصرة. سپاس رو گذار کنیم. گلک سپاس بو هر بونجی بحثا حسبنج رومانی بلی نهاهات کرن. از هنکی دستپیک بحثا يعني آوای نفساندنا به رومانی بکن راستی جیروکا نفساندنا و هنکی جیروکا و يعني جبومن جيروكا يكون هناك خمجين ترى. د 2014 وقتی جو داعش در دورا کوبانی گرفته بود، خواست گفته که کوبانی دناب حصاری داد، یعنی دوی شعبی دناب بویرین گومد شوپان دنده بویره کی ولو گله کی بالا مکشان. کچیکت لسر جنازه باب خواه دشتغلی یکم تقینا گود لکوبان چه بود 2011 بود لنزیکی خاچ عصور جه هلال الاحمر الكردي تشتكي ولو بود یکم جا گود تقینا کمزین لکوبان چه بود دورای از دک ساولو تید چون
از باور دکم 11 بون دناو وان ده باب شي هبو لسر يعني جنازه باب خواه كتشك تشتغلي قد كو من تم دخواست بو باب من سري بهلده بيجي بأز باب شهيدتين لباي روج هات بو از بدري بسكنم واز جوار بيجم از قيزا شهيدتين شخوا بشتيويجي ve keçkago xwe ev gotin digot ew xwe jî şehîd kir. Min di Facebookê de posta kir ser vê nivîsan piştî wê yani awayekî wilo prîvat ji me re hat nivîsandin yekê xwe me danazkirin got ez xweha wê keçikê me. Ez xweha wê me a çûçik a got ev gotin gotî. Wê çavê yani شر هين للدار بو او كشك هين شهيد نكتبو ما يعني رابو تشتغل مربوط قلت لبيدري ام كلوبك هنا يعني لكوباني دورا 10-12 حبانه ام حممها موستي كردين يعني درسي كردي ددن ولبيدري اوقا سيتشيروكي ما تشيبون هين داعش يعني نهاتو بر کوبانه هین تقول به ایریش بکو ایریش نکول اوقاسی چیروک مچی بونو کو چیروک آبادی منج یک جوانه لی کسی کوبان چیروک آبادی سین نام ده تنیه پیشنیارت مهی اگر قبول بکوی و میگله که خوش بن امی وان چیروک هموا شتر بشینن و ت آوایی کی دوان فکر گو اف چیروک هانی و پرتوک چیروک دور درکه و پرتوکا چیروکا لسر شر کوبانه تشتی گوده دومی. مجی گو باشه فکرها باشه مندکارن جمره بنیفسین به تشتی گوده بنیفسینن و جمره بشینن از ایلی بنرم به کار چاوای. یکم جار وقتی جمره نیویساندن پیشی چیروکا باب خواه نیویساندن پشتی بیجی هم چیروکه دید دجيده من دريادا بو يعني اب تشيروكي هاني نوكو تشيروك بنفساد اللي هو رومان بقول ازيجبان تشيروكا رومان اجا من دست بكر من تشتم خستن جو جوان ب اب تشيروكي هاني تشجمر لازم يجبو مقارنه بان تشيروكي هاني بكم و رومان في اواي هاني يعني قالك تشيروك وقالك بويا جمال هاتلكو يعني